اهلا يا خواجه متري، انت فينك؟ ايه؟ ابص من الشباك. ايه ده؟ ده انت؟ يا سلام، دي عربيتك الجديدة؟ اتفضل اتفضل، انا بستناك. اهلا يا خواجه متري. ايه رأيك دلوقتي يا أستاذ؟ انت رفضت الأول انك تشترك معايا في مكتب الاستيراد، ودي أول خبطة لي ب20,000 جنيه. ايه رأيك؟ تعالى يلا، افتح لي دفاترك وقول لي كسبت ايه من زراعة البصل. في الحقيقة ولا مليم، لكن يا خواجه الحكاية مش حكاية فلوس. ايه؟ سمعني كده. الحكاية مش حكاية فلوس؟ طيب، مادام هي كده تسمح تتنازلي عن فلوسك وأرضك وعطيانك وتستريح من الغلب ده وعيش سعيد بأفكارك دي. ما تفهمني يا حلمي، الحكاية عندك ايه؟ الحكاية اني اعيش زي ما احب، اعيش على طريقتي واعمل العمل اللي بحبه. وانت يعني مقتنع بزراعة البصل في الصعيد يا حلمي؟ يا حلمي أنا بكلمك كأخ كبير وصديق حميم للمرحوم والدك. أحوالك دي مش عجباني، ولو سبت نفسك كده كلها كام سنة وهتبقى على الحديدة. اسمع، لسه الفرصة قدامك عشان تشترك معايا. أنا مش عايز أخسرك كشريك، أنا بثق بيك وبحبك. اسمع كلامي، الأرض نحس يتخلص منها، انت ما اتخلقتش للزراعة. فكرت في كلامه. انا ما اتخلقتش للزراعة ولا للتجارة، والحقيقة انا ما كنتش عارف انا اتخلقت ليه. انا مش عارف اصلا انا عايز ايه. حسيت اني متضايق، فقلت انزل اتمشى شوية. وطول الطريق وانا بفتكر نادية وعينيها، وحسيت بشوق للكلام معاها. ولما وصلت البيت اول حاجة عملتها جريت على صندوق البريد. اخيرا كانت في حزمة من الورق في الصندوق وعليها اسمي وعنواني. اخدتها بلهفة وحضنتها على صدري زي ما بحضن كنز ثمين، ودخلت اوضتي وقفلت الباب وفتحت الاوراق. كانت مكتوبة بالقلم الرصاص وبدأت اقرا. هبتدي حكايتي. أنا كنت عايشة مع بابا وماما وأختي أمل. بابا كان دكتور، كان بيخاف علينا قوي، وإحنا كمان كنا بنخاف منه. كانت كل حاجة في بيتنا ممنوعة، ممنوع الخروج، ممنوع الوقوف في البلكونة، ممنوع نروح السينما علشان حرام. مرة واحدة بابا أخدنا السينما، كان فيلم رصاصة في القلب، وقبل ما يكمل الفيلم خرج وهو بيلعن السينما والمبادئ اللي بتنادي بيها، علشان بطلة الفيلم كانت مخطوبة وحبت واحد تاني، وسمحت لنفسها في يوم عقد قرانها إنها تصارح حبيبها بحبه ليه. لكن بالرغم من شدته وصرامته كان طيب وحنون قوي، عكس ماما اللي كانت قاسية معانا. افتكر كمان اختي الكبيرة والوحيدة وخناقاتها المستمرة مع جوزها. كانوا كل ما يجوا بيتنا يتخانقوا ويشتموا بعض، وتروح اختي مغمى عليها وانا اصرخ
وتأزمت الأمور بين أختي وجوزها لحد ما وصلت إنها في يوم جابت ولادها وصممت على الطلاق. وأمام بكاء أختي وصراخها وافقوا أهلي على الطلاق، لكن جوزها اشترط عليها إنه ياخد الأولاد وإنها تكتب له تنازل عن المؤخر والنفقة، وكتبت له كل حاجة ورمتها في وشه. اعتقدت إن مشاكل أختي انتهت، لكن بعد ما خلصت العدة اتقدم لأختي صديق جوزها، مقاول شاب وسيم، وكان بيتردد على بيت جوزها بحكم صداقته ليه. كانت فضيحة، وبابا وافق على الجواز مرغم واتجوزوا، وكانت أختي طايرة من السعادة. أنا اتحسبت كتير كتير أوي، لكن رحمة ربنا كبيرة أوي. ربنا عوضني عن كل السنين اللي صبرتها. عارفة يا نادية، عارفة أنا بموت في عزيز، بحبه. أنا حاسة إني بحلم، حاسة إني في حلم، وخايفة إني أصحى من الحلم ده، وفي نفس الوقت خايفة إن دي حقيقة قدامي، وقلبي ما يستحملش السعادة دي. أكيد يا حبيبتي انت تستحقي كل خير. كنت بقول لها الكلام ده، لكن من جوايا كنت بتألم وبخجل من فضحتها واتعذب لوحدي. أختي خلفت من جوزها الجديد بنت، وبعد سنة حملت تاني، لكن الحمل انتهى بالإجهاض، وشعرت بعديه بتعب وألم في الصدر، وشخصوها الأطباء إن عندها سرطان الثدي، بالرغم من إنها لسه معدتش 30 سنة. وابتدت تتعالج، عملوا لها عملية واستأصلوا الثدي، بس الأطباء قالوا إن العملية مش هتنفعها، وإنها جت متأخر، وإن السرطان هيرجع لها تاني خلال سنة. وتمر الأيام والشهور وأنا بشوفها تدبل قدامي زي الوردة، والآلام بتاكل فيها، وكانت بتصرخ وتقول: أنا مش عايزة أموت، لا، أنا أفضل إني أتألم كل الألم ده ولا أموت. مش عايزة أسيب جوزي حبيبي سعادتي. ما اقدرش اتصور اني واحدة تانية تاكله مني. ما اقدرش.